وبعد مرور 24 حلقة من كل المسلسلات اليمنية التي عرضت لهذا الموسم، نقدر نقول إن المسلسلات دروب المرجلة من أفضل الأعمال لهذا العام، والذي وصل إلى الترند، والتي يقدمها المخرج الرائع وليد العلوفي. وتدور الأحداث هذه القصة ما بين ابن المدينة الثري المدلل ورجل البادية البدوي الذي منه النشمي ومنه الهامل السارق قاطع الطريق إلى آخره. كما يتناول العمل عادة وتقاليد القبائل اليمنية الأصيلة، ونبذها لظواهر التقطع وتخريب المصلحة العامة، وحتى لو كان واحد من أبنائها فهو لا يمثل إلا نفسه. الفنان المبدع صلاح الوافي كما وعدنا دائما بفنه الاستثنائي وخفة دمه وتأديه لأي دور بإتقانه، مما يجعل المشاهد يعيشه معه كل اللحظات. وأنا أعتبره عادل إمام بالنسخة اليمنية، وأستاذ لكل الممثلين اليمنيين. أما المبدعة أشواق علي، بالرغم من عمرها الفني القصير، على أن هذا العمل سيقفز بها سنوات إلى الأمام في مشوارها من خلال ما تؤديه في المسلسل، وتتقمص فيها دورها ببراعة واتزان. برأيك هل ستكسب شيخة رشة رهانها على شاهين الذي يبدأ يتأقلم مع البيئة البدوية رويدا رويدا؟ حققت مشاهدة في المسلسلات ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنها منصة تيك توك. هل كانت الفنانة أشواق علي سببا في انتشار مسلسل دروب المرجلة؟ شاركونا رأيكم.